الهلال. ملعوبة أمامية نحو صلاح الجزولي. صلاح الجزولي يمر من حرس المرمى، خطيرة. واضح أنه حكم المباراة احتسب ركلة جزاء. واضح أنه أعتقد أنه احتسب ركلة جزاء. سنتابع. بطاقة صفراء لحارس مرمى النسور أبو 20. فعلا ركلة جزاء. ركلة جزاء. نتابع مرور صلاح الجزولي، كان في مسكي من حارس المرمى، وبالتالي ركلة جزاء لمصلحة فريق الهلال. فيصل موسى يتأهب لتنفيذ ركلة الجزاء. فيصل موسى يتقدم لتنفيذ ركلة الجزاء لمصلحة الهلال في وقت مبكر جدا. دقيقة 8 في المرمى. جول! هدف هلالي أول. فيصل موسى من ركلة جزاء في الدقيقة 8. ينجح فيصل موسى في افتتاح التسجيل لفريق الهلال بهدف أول يزرع الفرحة والبهجة في المدرجات الزرقاء على شمال الحارس أبو 20 الذي ذهب للناحية اليمنى، الكرة على الناحية اليسرى. وهدف هلالي أول في الدقيقة 8. التوقيع لفيصل موسى. محمد بالمرصاد، راسية ملعوبة أمامية مصعد فريق الهلال. يا ثعلب يا ماكر، يا ثعلب يا ماكر. هدف ولا بالأحلام، هدف ولا بالأحلام. هدف بديع جميل، لوحة رائعة جدا، لوحة رائعة جدا يرسمها صهيب عز الدين الشهير بالثعلب، اللي سجل هدف رائع رائع رائع. أضاف حصيلة الهلال ورفع حصيلة الهلال من الأهداف في هذه المباراة حتى الآن إلى هدفين، 2-0. نتابع الهدف الجميل والرائع جدا لمصلحة الهلال اللي سجله اللاعب صهيب عز الدين الشهير بالثعلب. نتابع صهيب، نتابع ثعلب 2015 في الهلال الذي أعاد للأذهان ذكريات جيل 87 أو جيل الثمانينات. ملعوبة لمصلحة فريق النسور، عرضية خطيرة للنسور. هدف لمصلحة فريق النسور، هدف لمصلحة فريق النسور من كرة عرضية لعبت جميلة جدا وسدت في المرمى. يقلص فريق النسور الفارق في الدقيقة 31. نتابع العرضية والتسديد بقوة على شمال جمعة جينارو. هدف للنسور، تصبح النتيجة 2-1. 2-1. هدفين للهلال مقابل هدف للنسور لشباك الهلال، ولكن الهجمة المرتدة صلاح الجزولي خطيرة، حلوة 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 من صلاح الجزولي، وأحلى من أبو 20. لمحات جميلة جدا في مباراة اليوم.
لمحات رائعة جدا. يتابع زكاء صلاح الجزولي اللي لاحظ تقدم ابو 20 عن خط المرمى وارسل كرة عالية مباشرة نحو المرمى، ولكن ابو 20 تدارك الموقف واستطاع ابعاد الخطر ومنع الهلال من تسجيل هدف ثالث بواسطة صلاح الجزولي. ركنية هلالية، الهلال يتقدم للامام، النسور يتراجع، خطير داخل منطقة ضيقة في المرمى، جول! الثعلب صهيب عز الدين ينجح في إضافة الهدف الثالث للهلال ونشوة في المدرجات الهلالية بهدف رائع جميل للشاب اللي قادم بقوة، الشاب اللي قادم بقوة صهيب عز الدين الشهير بالثعلب. وتحية مع المدرب الكوكي، ونتابع الهدف الرائع والجميل من مخرجنا الرائع مجدي قدر مبيوع. وليد الشعلة، وليد الشعلة يمر وليد يسدد المرمى، يا الشعلة يا فنان يا مبدع يا رائع يا ذكي يا لماح. هدف هلالي، هدف ولا احلى، هدف ولا اروع من وليد الشعلة اقصى الزاوية اليسرى، يمنح الهلال رباعية شبابية ذهبية جميلة جدا. نتابع وليد الشعلة استلم ولمح ومر وبيمينه قوية اقصى الزاوية اليسرى لابو 20. هدف جميل احترته. اقول هل هذا الاجمل ام هدف الثعلب هو الاجمل؟ لكن الاثنين في قمة الروعة، قمة الجمال، واتصال بالتأكيد سيكون له الاثر